تعالوا نعمل بودرة الصوبيا في البيت. أيوة، بودرة الصوبيا نفسها مش عصير الصوبيا. هنعمل البودرة بالكامل زي اللي بنشتريها من بره، لكن أوفر من بره، وكمان طعم وقوام أجمل كتير من اللي بتشتروها جاهزة. يلا بينا نشوف المقادير. احنا وحدنا المقادير هنا كلها في نفس الكوباية وبنفس العيار عشان تبقى سهلة جدا عليكم. هنستخدم معانا كوبايتين من السكر البودرة، كوباية من حليب البودر أو اللبن البودر كامل الدسم، كوباية من الكريم شانتيه الخام، كيس فانيليا، معلقتين كبار من الجوز الهند. دول معلقتين كبار من جوز الهند، هطحنهم في الخلاط في المطحنة، هطحنهم ناعم جدا. بعد ما طحنا كده جوز الهند، طبعا ده جوز هند طبيعي، احنا طحناه في البيت. اللي ما عندوش مطحنه ممكن يشتري من عند العطار، يا اما يقول له بودره جوز هند او دقيق جوز هند او روح جوز هند او ريحه جوز هند. كل دي حاجات او مسميات لنفس الشيء، بس هنحاول دايما نجيب الحاجه الطبيعيه، بلاش الحاجات المصنعه. بمنتهى البساطه هنخلط كل المكونات مع بعض. هنحط السكر، احفظوا المقادير سهله جدا، 2-1-1، يعني 2 سكر لواحد لبن لواحد كريم شانتيه. وهنجيب بودرة جوز الهند، هنحط معلقتين كبار، واخر حاجة بنحطها الفانيليا. هنخلط بقى كل المكونات دي مع بعض، نقلبهم كويس جدا عشان يمتزجوا تماما سوا. خلاص كده قلبناها كويس وبقت كل حاجة متماسكة مع بعض. تريكة بقى دي من عندنا، معلقة كاكاو عليهم 3 معالق كبار من بودرة الصوبيا اللي احنا عملناها. كده هنعمل صوبيا الشوكولاتة. انا هنا حطيت معلقة واحدة بس ل3 صوبيا، عايزين تزودوا براحتكم، يعني النسبة والتناسب دي كل واحد حسب ذوقه، زود شوكولاتة يقللها، كاكاو بقى خام او كاكاو بالسكر او بودرة الشوكولاتة اللي بتتباع جاهزة، كل ده شغال. دلوقتي بقى تعالى نجرب الاختراع اللي احنا عملناه ده ونشوف هيطلع معانا صوبيا ولا هيطلع ايه. انا دلوقتي هعمل كوبايتين من الصوبيا. عشان اعمل كوبايتين هحتاج كوباية من المية وكوباية من اللبن او اللبن الحليب. طيب ليه كوبايه من الميه؟ الميه عشان احنا عندنا هنا في حليب بودره وفي كريم شانتيه، فاحنا محتاجين ان دول يدوبوا كويس جدا في الميه. يفضل ان هم يكونوا ساقعين او حاجه فيهم تكون ساقعه عشان الكريم شانتيه يدينا افضل نتيجه. هنضيف السوائل في الاول، ما نضيفش البودر في الاول. المقدار ده هيحتاج معايا 3 معالق كبار مليانين من بودره الصوبيا. حطينا السوائل الاول، بعد كده البودر عشان البودر ما يرقدش في الخلاط من تحت. هنضرب بقى المكونات دي في الخلاط والسكر في الاخر. زي ما احنا شايفين، بصوا عمل بقى ايه، رغوه وكل الحركات بتاعت الصوبيا. طبعا احنا قلنا السكر ده اختياري، هو طبعا مكوناته فيها سكر، اللي يحب بقى سكر زياده عن كده بيدوق بعد ما بيضربوه في الخلاط وبيزود السكر زي ما هو عاوز. وادي الصوبيا بتاعتنا اهي، احلى صوبيا. تعالوا نجرب بقى مع بعض اللي بالشوكولاته. 3 معالق كبار برضو على كوبايتين برضو ميه وحليب، نفس المقادير اللي فاتت بالظبط. وادي الشوكولاته كمان. وادي الصوبيا خلصت بمنتهى البساطة. عملنا شوكولاتة وعملنا فانيليا وممكن نعمل كمان كذا طعم منها. عايزكم بقى تجربوها وتقولوا لي رأيكم، هل بتاعة البيت دي أحلى ولا اللي بندوقها ونشتريها من بره أحلى؟ وأنا راضي حكمكم. يلا كل سنة وانتم طيبين.